السلام عليكم. دائما مع وصفات نينة سهله وبنينه. اليوم راح نطيبوا مع بعض دولمه فلفله. اذا المقادير نحتاج الى 500 غرام ملح مرحي، حبه بصله مقطعه قطع صغيره، فلفله حاره، 2 حبات طماطم مقطعين قطع، فلفله يكون تقريبا رطل كون خويتها ونحيت لها الزريعه، فلفل عكري، حبه بيض، 2 مرار فروز، ملح، حبة كحلة، سنينة ثوم، وملعقة كبيرة طماطم صفراء. ننتقل الآن إلى طريقة التحضير. بالنسبة للحشو راح نحط في ريسيبيون نحمر الفلفل، نضيف له التوابل، راح نضيف له مغرب صغيرة، حبة كحلة، التوابل اللي ديريهم في لاصوص راح ديريهم في اللحم، ملح، فلفل عكري، نحطهم ونضيف لهم حبة بيض والرز هذاك قمنا تقريبا نوقفو نص حتى 2 مرات تاع الرز، متكثرش بزاف على حسب لا كونتيتي تاعك. بعد ما حضرت الحشوه ديالي راح نحشي هذوك الفلافل بهذه الطريقه. بعد ما قلات الكيكه ديالي راح نحيها ونحطها في طبسيل ونحيلها القشره تاعها. اذا بعد ما قليت الفلفله ديالي راح نحط هذيك الزيت اللي قليت فيها ونوضع فيها البصله تقلى مع الفلفله، نضيفوا لها مغرف حبه كحله مع السنينه تاع الثوم، ونغلق عليها ونخليها تتقلى على نار هاديه. راح نضيف لها طماطم ولا 2 حبات كبار مقطعين، نزيدها شويه نار، ملعقه كبيره طماطم صفراء، فلفل عكري. كيما الحبه الحاره هذه تقدري تستغني عليها بالنسبه للناس اللي ما يحبوش الحار، ونغلق عليها نخليها تلاقى بعد ان شاء الله. بعد بالت هذيك لاطوماط راح نضيف لها ماء ساخن. اذا بعد ما تخشخت هذيك لاصوص راح هذوك الفلفلات اللي كنت خليتهم يتقلاو ومن بعد خليتهم يبردوا نحيت لهم القشره الخارجيه، راح نستفهم في لاصوص هذيك. اذا هذا هو الشكل النهائي للطبق ديالنا، ان شاء الله ينال اعجابكم ونلتقاو في وصفات اخرى ان شاء الله.